عشان أكمل أعمل فيديوهات تفيد ناس أكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن موضوع مشهور جدا، هو موضوع البروتكشن اللي بيتعمل على العربيات. وانا عارف ان في ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده قبليه، بس انا حابب اتكلم عن الموضوع ده من تجربه شخصيه، ومش بغرض ان انا اعمل اعلانات لشركه او اعلانات لشركه تانية. اول حاجه، ايه هو البروتكشن؟ البروتكشن ده عباره عن عامل زي بالظبط جلاد الكراسه او جلاد الكتاب اللي احنا كنا بنعمله واحنا صغيرين. كنا بنحط جلاد بلزق فوق الكتاب عشان نحافظ على الكتاب ان هو ما يتقطعش وما يتخربش والكلام ده كله. الموضوع ده نفس الحكايه معمول على العربيات، عباره عن ستيكر شفاف بيتحط فوق العربيه عشان يحميها من الخدوش البسيطه والنقر المختلفه اللي بتيجي من الطريق. طبعا لغايه كده الموضوع مفهوم وتمام وزي الفل. والستيكر ده ليه تخانات مختلفه على حسب الشركات المصنعه، بحيث ان هو يحافظ اكتر على العربيه. وكل ما الستيكر ده يبقى اغلى او من شركه اكبر، بتلاقيه ان هو بيحافظ على العربيه اكتر. طب الكلام لغايه دلوقتي جميل، ايه اللي مزعلني؟ الفكره كلها ان الستيكر ده زي ما قلت لكم بيتحط بلزق على صاج العربيه. اللزق ده مع العوامل الجويه المختلفه، مع درجه الحراره المختلفه، مع سخونيه الصاج، الهواء والتراب، ممكن لما يجي يتشال يبوظ البويه بتاعت العربيه الفابريكا. في ناس كتير قوي تقول لك ايوه يا حجازي الكلام ده مع شركات الستيكر الرخيصه. لا، الكلام ده حتى ممكن يحصل مع شركات الستيكر الغاليه. هي الفرق بين الشركتين ان شركات الستيكر الغاليه بتديك ضمان على المنتج ده ل5 سنين و7 سنين، وفي ناس بتوصل ل10 سنين. طب تمام، ما لغايه دلوقتي الكلام جميل. طب انا ايه المشكله ما اروح اعمله كده كده عليه ضمان؟ هي الفكره كلها، الحاجه الوحيده اللي انا بنصح بيها، لو انا عربيتي هعمل لها البروتكشن ده، هو فعلا هيحافظ على العربيه. البروتكشن ده بقى غالي في الشركات اللي هي بتدي ضمان، فما تسترخص وتشتري بروتكشن رخيص وتبقى فرحان بيه وهيبقى شكله حلو في الاول، وبعد كده لما يجي يتجرح ولا اي حاجه عايز تشيله وتغيره بتلاقي نفسك البويه باظت. الحاجه اللي انا هقولها، انك انت لما تعمله مع شركه، انا عايزك تتاكد ان الشركه دي ممكن تشيلهولك بعد مده معينه. يعني في شركات بتديك ضمان، بس لما تيجي تروح تقول لها انا عايز اشيل بروتكشن العربيه، لا يا فندم انت عايز تشيله ليه؟ ما هو تمام زي الفل. انا بالنسبه لي لا، انا كل 5 6 سنين احب ان انا اشيل البروتكشن ده واطمن على العربيه. طب يا حجازي هو افرض هو شال البروتكشن والعربيه باظت، ساعتها تمام، انت كده كده العربيه هترش، مفيش ملهاش حل تاني. بس في نفس الوقت هتبقى على حساب الشركه اللي هي عملت البروتكشن ده. عشان كده لازم تكون شركات البروتكشن اللي هتعمل عندها تكون شركات كبيره وليها اسم، ومش شركه مصريه بس، لا تكون ليها توكيل جاي من بره، بحيث انك انت بعد كده تعرف تخاطب التوكيل اللي بره ده لو في حاجه. طب يا حجاز ده معناه ان انا كل 5 سنين هضطر اصرف لي 50 60 الف جنيه على العربيه عشان اعملها بروتكشن من جديد؟ معلش، هي دي الضريبه اللي انت تطمن بيها على عربيتك. عشان هو اللي هيحصل انك انت لو ما شلتوش، وبعد كده بعد فتره الضمان دي ما تخلص وجاي تبيع العربيه، والراجل قال لك شيل البروتكشن ده قبل ما تبيع العربيه، وتيجي تشيله تلاقي البروتكشن باظ منك والدنيا خيش منك خالص، هتعمل ايه ساعتها؟ ساعتها هتكون لبست ومش هتعرف تعمل ايه. والكلام ده انا بقوله من واقع تجارب الشخصيه، اللي انا عملت كده فعلا وحاولت ان انا اشيله، والشركه رفضت ان هي تشيله، وفي الاخر اضطريت ان انا اسيبه وان انا ابيعها كده. وفي الاخر عرفت الاقي مشتري ان هو يشتريها بالبروتكشن عليها، عشان في مشترين كتير مرضوش ان هم يشتروا العربيه غير لما يشيلوا بروتكشن من عليها. عشان انت عارف كويس قوي لما تيجي تكشف على العربيه وعليها بروتكشن ما بيدكش الرياضات المظبوطه، وده بيخلي العربيه بتبقى بالنسبه لهم العربيه دي رشه كلها. ومن الكلام اللي انا قلته، لما تيجي تشتري انت بقى عربيه مستعمله وتلاقي عليها بروتكشن، تاكد من حاجتين: لو العربيه لسه جديده ما بقالهاش سنه وعامله بروتكشن، روح الشركه اللي هي معمول عندها البروتكشن ده وتاكد ان الضمان ده هيتنقل باسمك. ولما يتنقل باسمك اتاكد انك انت بعد 4 5 سنين تقدر تشيله من غير اي سبب، مش لازم يكون باظ عشان تشيله. طب افرض الشركه قالت لك لا يا فندم احنا ما بنشيلش الا القطعه البايظه ونركب بدلها، ساعتها ده قرارك انت بقى انك تشيل البروتكشن وتشوف الدنيا فيها، وتشوف ساعتها الدنيا هيحصل فيها ايه. تطلب من البايع ان هو يشيل بروتكشن عشان تبقى مطمن، دي حاجه ترجع لك. بس الحاجه اللي انا عايز اكدها لك انك انت ما تبقاش عمياني مطمن ان البروتكشن ده مهما كانت الشركه المصنعه ليه، انك انت بعد 5 6 سنين لما تشيله البويه هتفضل زي ما هي. عشان احنا في مصر ظروف تشغيلنا مختلفه خالص، انت الجو عندنا حر قوي، واي لزق ممكن يتاثر مع الحراره دي، وهم بيختبروا اللزق المستخدم في الحاجات دي مش دايما هيقدر يختبروا في الظروف اللي زي عندنا في مصر بالظبط. ده في حاجه تانية مهمه، انت لو اخدت بالك اغلب العربيات الجديده فيها تربو، فتلاقي مثلا الجزء الشمال بتاع الكبوت اسخن من الجزء اليمين،
فده معناه ان هو اصلا السخونيه مش بس جايه من الجو، السخونيه كمان جايه من تحت الموتور في اجزاء مختلفه، وساعتها مش كل البرودكشن بياخد نفس درجه الحراره. فتاني انا بنصح دايما ان انا لو هشتري عربيه اشيل البروتكشن اللي عليها، او ابقى ضامن ان الشركه هتشيلهولي في اي وقت انا عايزه في فتره الضمان من غير ما اي حد يتكلم معايا. طب مع كل وجع الدماغ ده، هل بقى البروتكشن فعلا مستاهل؟ هو بصراحه الموضوع حظ، ساعات بيستاهل وساعات ما بيستاهلش، عشان في الاخر لو حد خبطك كده البروتكشن مش هيعمل لك حاجه، لكن التجريح العاديه، حد معدي بيجرح العربيه وانت ماشي على الطريق والكلام ده كله، لا هو فعلا بيحافظ. بس الموضوع بيرجع ليك، انا مش هقدر انصحك انك انت تعمله او ما تعملوش. انا شخصيا ما بعملوش ومش هعمله عشان وجع دماغه اكتر بكتير قوي من فوائده بالنسبه لي. انا بالنسبه لي لو العربيه جرحت بعد كام سنه هلمعها كلها، لو في حاجه تحتاج تترش تترش، انا ما عنديش اي مشكله. انا بس عارف ان في ناس تانية عندها مشكله في موضوع العربيه تترش وفابريكا والكلام ده كله، انا شخصيا ما عنديش المشكله دي، وعملت فيديو عن الموضوع ده، ان العربيات الفابريكا ومش فابريكا طول ما هي ترش بنظافه والعربيه تفضل شكلها جميل. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم وجاوبتكم على شويه اسئله لها علاقه بالبروتكشن. لو عندكم اي اسئله تانية يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز عشان دي حاجه هتفيدني ان انا اكمل معاكم اكتر. كان معاكم محمد حجازي في كدبه ومصدقنا.